الزمالك بيخسر من فريق متواضع جدا جدا اسمه ارتا سولار 2-0 في بدايه المشوار في الكونفدراليه. تقول لي بقى احنا في بدايه فتره اعداد، تقول لي اصل ملعب زفت، تقول لي اصل الجو حر، تقول لي اصل بتلعب بره ملعبك. لا، الفريق ده متواضع، الفريق ده متواضع، لكن للاسف الزمالك متواضع اكتر منه. الزمالك بلا اي شكل، بلا اي لون، بلا اي جمل، بلا اي حاجه. الزمالك مثلا ما كانش فيه الا حمزه المسلوسي ومصطفى شلبي على فترات وشيكابالا على فترات، بس غير كده مفيش فريق. اوباما الشوط الاولاني مضيع له بتاع جونين مثلا، جونين مرتاحين، جونين مرتاحين يعني. في الشوط الثاني مضيع كوره ثانيه بدماغه في اخر الماتش. اتكلم بقى الكابتن حاتم سكر، ما هي وظيفه الكابتن حاتم سكر في الملعب؟ لا بيضغط ولا بيغطي ولا بيلعب كور صح ولا بيعمل اي حاجه في الملعب، والكوتش سايبه بشكل غريب جدا. نص ملعب الزمالك فينا الله اعلم، حسام عبد المجيد بيترقص بالتليفون واللعيبه مش ثابته، لعيبه مهزوزه في ارض الملعب. نص الملعب مفيش. ابراهيم انداي ايه دوره في الملعب النهارده عشان يكمل المباراه؟ ايه دور ابراهيم انداي؟ وايه التغييرات اللي الكابتن عملها النهارده كابتن اوزيريو؟ يعني الشوط الاول نقول الزمالك كان ماسك نفسه 4-3-3 والدنيا كانت الزمالك ماسك نفسه، هم كانوا بس مخترقين جبهه حاتم سكر. غير كده الزمالك كان بيحاول، شيكابالا كان بيطلع المسوسي، والجبهه الثانيه بتاعه مصطفى شلبي كان بيحاول لما شيكابالا مايل معاه كان بيحاول يعمل خطوره، لكن ما كانش في حد يخلص اجوان زي اوباما لوحده مضيع جولين. طيب ننزل الشوط الثاني بقى نظبط، لا الارسال اتقطع، اكتشفنا ان احنا دخل فينا جول، ثم اللعب كله ناحيه حاتم سكر والكوتش بره مفيش اي تدخل ومفيش اي حاجه. طب هل ده كلام؟ ثم بقى تعالى نبص للتغييرات. انت خرجت لعيبه ونزلت رؤى ونزل عمرو السيسي وعايز تلعب كوره، انت كده عايز ترجع ونزل مصطفى الزناري ليه مكان حسام عبد المجيد؟ ما كده حسام عبد المجيد واقف خلاص، مصطفى الزناري هيعمل ايه؟ انا اكتشفت ان في فاول لينا من ناحيه اليمين، مصطفى الزناري اللي لعبه. مصطفى الزناري ايه اللي نازل الاضافه اللي هيعملها مصطفى الزناري للفرقه مغلوبه؟ مش ما فهمتش التغييرات برضه يا كابتن اوزيريو الحقيقه. فزي ما بقول فريق متواضع جدا، فريق يعني لو مجموعه شباب كده جمعوا نفسهم وراحوا يلعبوها هيكسبوه. تقول لي بقى ملعب نجيله صناعي، نجيله طبيعي، نجيله بتنجان، مش اي حد هيروح هيلعب قدام الفرقه دي. الزمالك كان ظاهر بشكل سيء جدا، لاداء ما كانش فيه جمله فنيه واحده في الملعب. الكورنر مبصيه برضه بشكل غريب، بشكل عشوائي، بشكل كبير. ضيعت فرص غريبه جدا، مفيش فينش. الجزيري بيعمل ايه؟ طب اللي حواليه بيعملوا ايه؟ طب مين شغال ايه؟ مفيش حاجه. زي ما قلت مسلوسي، شيكا، مصطفى شلبي على فترات، غير كده كله تأليف وكله عك، والتغييرات زودت الطينه بله، والزمالك وقع والفرقه ضيعت جونين ثلاثه كمان، كان ممكن المباراه تبقى سكور تاريخي على الزمالك. هل الزمالك هيقدر يصعد في مباراه العوده؟ ليه لا؟ مش صعبه، هيرجع زيزو هيرجع فتوح، لكن شكل الزمالك الحالي لا كله من ده السنه دي اللي بيحصل شيء عادي، اللي بيحصل ده شيء عادي. تخيل انت هتلاعب بيراميدز يوم الخميس في الدوري، افتتاح الدوري بالسكواد ده وبالشكل ده وبالاداء ده. اعتقد الامور بعيده خالص، جمهور الزمالك ما تتعشمش في حاجه خالص خالص. الزمالك بيخسر من ارتا سولار 2-0، هي ارتا سولار هي ولايه ديتشا، نفس الليله، ولكن الزمن بس هو اللي مختلف، لكن يبقى الزمالك على وضعه للاسف.